السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحة وفي احسن حال. كل سنة وحضراتكم طيبين. مكملين مع بعض سلسلة نواعم العيد، والنهاردة الفيديو عن بسكوت العيد المقرمش وفي نفس الوقت ناعم في البق. هندخل مع بعض على المقادير وعلى الوصفة على طول. انا هعمل النهاردة 3 كيلو دقيق. ايوه 3 كيلو دقيق، ولكن هكتب لك في صندوق الوصف مقادير الكيلو الواحد. انا هحتاج لل3 كيلو دقيق. اول حاجة كيلو سمنة. السمنة دي هقسم نصها، نصها سمنة عادية اللي هي البلدي، ونصها زبدة فرن. يعني انا بسكوت العيد النهاردة هعمله مخلط ما بين الزبدة، ميكس ما بين الزبدة وبين السمنة. هجيب العجان وهنزل فيه بنص كيلو سمنة، كان موجود يعني مطلعاها من التلاجة ساقعة. وهنزل عليها بنص كيلو زبدة. الزبدة انا سايباها بره بدرجة حرارة المطبخ لان اصلا الجو ساقع. وهضربها كده في العجان دقيقة مثلا. وبعد كده هروح نازلة عليهم بكيلو سكر مطحون ناعم ومنخول، وهضربه في العجان. تمام كده. على ما يتضرب بقى شوية هجيب انا بقى الدقيق بتاعي، هنزل عليه ب2 باكت كيك شيف، وهنزل عليه برشة ملح، وبمعلقتين كبار لبن بودرة. لو مش عندك مش متوفر خلاص مفيش مشكلة. كده انا جهزت العجين معايا، قصدي الدقيق. عندي بقى في العجان كل شوية بوقف العجان واقلب كده علشان خاطر اجيب الخليط من تحت. بعد ما السمنة والسكر اتضربوا شوية نزلت عليهم بكوباية الا ربع زيت نباتي. الكوباية الا ربع دول 150 جرام. معايا هنا لل3 كيلو دقيق 9 بيضات. هنزل بيهم بيضتين بيضتين. اول ما البيضتين يختفوا هنزل ببيضتين تانيين. ربنا يحسن ما بين ايديكي، جربيه في البيت هيفرق معاكي وهتفرحي الاولاد، وصدقيني هتوفري نص تكلفته لو هتعمليه في الفرن من بره، وهتوفري اضعاف اضعاف لو هتشتريه جاهز من اي محل. هنا اخر بيضة نزلت بيها والعجان شغال طبعا. اول ما تختفي هوقف العجان واقلب العجين والخليط ده علشان خاطر اتاكد ان اللي تحت مضروب زيه زي اللي فوق بالظبط. لو وصلت معايا هنا ما تنسنيش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان ايه يوصلك كل جديد. بعد كده هنزل ب2 باكت فانيليا عادي، وواحد باكت فانيليا بالبرتقال، بتفرق او في ريحه البسكوت. وعندي هنا بقى انا بحب استخدم حاجه ساقعه برتقال. طبعا جبت حاجة مش مقاطعة. صبيت اول كوباية، طبعا الكوباية دي انا نفس الكوباية اللي بعاير بيها كل حاجة، والعجان شغال. الكوباية التانية او الكوباية اللي ربع التانية خلاص هوقف العجان واخلط كده بايدي. لو حسيت ان الخليط خرز معايا ما تقلقيش، ادعكي كده بايدك وما تحطهاش بقى في العجان، كل ده بايدك انتي بقى. وايه، وحاولي تخلطيه كويس. وحتى لو السوائل ما كانتش اتخلطت معاكي كويس ما تقلقيش، انزلي بيها على الدقيق وما تبسي ما تعجنيش. لا انت حاولي بس تدخلي الزبدة والعجينة دي كلها في قلب الدقيق. طبعا انا لقيت البولة عندي صغيرة، نقلتها في طبق بلاستيك كبير عشان اخد راحتي، وعشان العجين ما ياخدش معايا مطة، ما يعملش معايا مطة. بفرك في العجين زي ما انت شايفة كده بالظبط. بحاول بفرد راحة ايدي كده وادخل بيه العجين في السمنة علشان خاطر ما عجنش واعمل عرق للعجينة. طبعا وانت بتجيبي الدقيق بتتأكدي ان الدقيق ده دقيق ينفع للكحك والبسكوت. انا لما بشتري من عند العطار بقول له انا عايزه دقيق اللي ينفع للكحك والبسكوت، وبصراحه طلع جميل وهو شكر لي فيه وطلع حلو. طبعا يا بنات انا لما جيت احط الدقيق ما حطيتش ال3 كيلو كلهم مره واحده، لا انا حطيت 2 كيلو ونص، علشان خاطر انا مش عارفه نوع الدقيق هيشرب معايا السوائل ولا لا. فوانا بعجن لقيته لسه محتاج دقيق. بدأت ارش حبة بحبة. وطبعا وانا بعجن كمان زودت على 3 كيلو دقيق 3 معالق نشا. يعني كيلو الدقيق بياخد معايا معلقة نشا كبيرة. انا حاسة ان هو لسه محتاج سوائل طبعا.
اخر حبة في التلاتة في النص كيلو اللي انا كنت راكناه، رشيتهم على وش العجينة كده وسبتها 5 دقايق. وبعد كده بدأت افرك بيها. انا مبطئة المقطع ده عشان تشوف انا بعمل ايه. انا ما بعجنش، انا ما بضغطش، انا بس بفضل راحة جاية بايدي كده علشان خاطر الدقيق يدخل في قلب العجينة. لو عايزة تستخدمي في السوائل بدل الحاجة الساقعة تستخدمي لبن، مفيش مشكلة. عايزة تستخدمي عصير برتقال فريش، مفيش مشكلة. عايزة تستخدمي اللي هو العصير البودر وتقلبيه في مية، برضو مفيش مشكلة. انا معايا ال3 كيلو دقيق، اخد معايا سوائل 2.2 إلا ربع. وهكتب لك مقادير الدقيق الكيلو الدقيق في صندوق الوصف. هنا خلاص بقى انا سبت العجينه ترتاح حوالي 5 دقايق او 10 دقايق، انا اشتغلت فيها على طول. لو عايزه تعملي العجينه قبل الفطار وتغطيها وتركنيها لبعد الفطار وتبداي تشكلي فيها في الصواني، مفيش مشكله. عايزه تحطيها ترصيها في الصواني وترصيها فوق بعض كده وتغطي اخر صينيه بحاجه عشان ما ينشفش، وتسويهم بقى ورا بعض بعد الفطار، برضو مفيش مشكله. انا هنا عجنت قبل الفطار بحوالي ساعتين على ما خلصت العجينه وكده. ورصيت كل الصواني اللي عندي، فردت فيها البسكويت كده. وبعدين دخلت جهزت الفطار في اليوم ده، كروتهم بقى، عملت فطار نواشف فول وطعميه وحاجات كده سهله وسريعه. انا لازم ما نتعبش نفسنا على الاخر. وانا بجهز الفطار بدأت احط صينية صينية، وبعد كده فطرنا الحمد لله. بدأت ايه بقى اكمل بقية الصواني، ارص العجين في الصواني، وبدأت اكمل براحتي، ما بياخدش وقت مني. كنت في قلب المطبخ او بتعملي اي حاجة، الصينية هتعمليها هتحطيها في الفرن وهتسويها. شايفين العجينة معايا جميلة ازاي؟ بتطلع من المكنة ماسكة نفسها وحلوة وتحفة. اللي مخليها ماسك نفسها كده الميكس، ان انا حطيت زبدة مع السمنة. ميكس الزبدة مع السمنة بيخلي البسكوتة ماسكة نفسها وفي نفس الوقت هشة، وانت بتاكليها تلاقيها ناعمة مش خشنة. وكمان اللي بيخليها ناعمة ومش خشنة شوية النشا اللي احنا بنحطها. لو انت بقى حاسه ان في بسكوته مش مظبوطه معاكي، هتشيلها بكل سهوله وترجعيها تاني في المكنه وتعمليها عادي. حاسه ان البسكوته مش متظبطه، بتظبطيها بايدك كده او طرف السكينه. العجينه سهله الاستخدام والتشكيل. انا في الوقت ده بكون سخنت الفرن كويس، وبحط الصينيه على الرف التاني والفرن من تحت وسط، ومشغله الشعله على الهادي، وافضل كل شويه الف في الصينيه علشان خاطر كلها تاخد لون واحد. زي ما حضراتكم شايفين الجمال والحلاوه، طالعه كل بسكوته شبه التانية بالظبط. لو حسيت انها خدت وش من فوق ولسه من تحت ظهر البسكوته لونه فاتح شويه، معنى كده ان انتي تعلي ارضيه الفرن شويه. او لو قدرتي توطي الشوايه اكتر من كده وما تنطفيش منك، يبقى هدي الشوايه شويه. صينيه البسكوت ما بتاخدش اكتر من 10 دقايق في الفرن. البسكوتة جميلة ومتحمصة من فوق ومن تحت، ومن جوه قلبها هش وجميل. شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوة؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. رمى معايا كمية مهولة، اللهم بارك. شايفين يا بنات؟ انا كنت بعمل ال3 صواني دول بس، وفي الاخر بقيت احط الصينية الصغيرة دي علشان خاطر تسعفني، لاني على طول على ما بعمل الصينية ادخلها الفرن اجي اعمل التانية تكون طلعت، ما بتاخدش وقت. شايفين الكمية؟ من 3 كيلو دقيق وكيلو سمنة وكيلو سكر عملت كمية قد ايه؟ طب قوليلي انت بقى، لو رحت تشتري ده من محل هيكلفك كام؟ لا، احنا بنعمل كل اللي نفسنا فيه وكمية كبيرة تكفينا وكمان نهادي الحبايب وبتكلفة بسيطة جدا. انا اختي كانت بتعمله في الفرن، ولما جربته مني قالت لي مش هعمله في الفرن. السنه دي قلت لها لا، انا التصوير بياخد مني وقت، اعمليه انت في الفرن. قالت لي استحاله، انا بعد ما جربت البسكوت بتاعك مش هعمله في افران تاني، انت اللي هتعمليه. وفعلا رحت وعملته لها. بألف هنا وشفا على قلبها يا رب. لو وصلت معايا لحد هنا ما تنسينيش في اللايك وفي الاشتراك في القناه ودعم لاختك علشان اكمل معاكي. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم يا رب، ومع الف سلامه.